مستوى بسيط يعني. تفضل بتمثل سؤالك وشوف ابراهيم لانه باش جسمه انا دروك كنت نسمع في الاستاذ امين على قناه الشروق لما كان يتحدث على قناه الشروق، قال لك انا لما كنت نخدم في قناه الشروق كانت قناه الشروق واقفه ودارت عمل جبار، واكيد انا راني معاه دارت عمل جبار فيما يخص المروك. داكوغ، انا اتفق معه، لكن لماذا سؤال اللي بغينا نطرحه للاستاذ امين مليط، لماذا تغير مسار قناه الشروق بعد وفاه صاحبها؟ هل هو مالكها الرئيسي؟ هل هو انه خلينا في لا الامور، خلينا يليق في الامور نجسدو؟ الداخليه تاع نو نو خلينا في نو الامور نو مش الداخليه. امور داخليه، مش امور داخليه. انا انا ما السؤال حبش تاعي تحكي مازال ما على كملتوش. نو السؤال تاعي مازال ما كملتوش حليم، ماش تدخل انا في امور داخليه، خاطر رانا نحكيو على الصحافه. هل لانه هي بكل الصحافه في دفاع بساطه الجزائر، يجب الصحافه في الدفاع الجزائر من ناحيه اسمح لي يا خارجيه حليم، السؤال مش تاعي راه بعيد داخليه. على الامور الداخليه يا حليم. يعني قصدي انا، قصدي تعرف وين اختي بنت المسانه، انا كي نهضر على الصحافه لا يا الجزائريه حليم يا حليم، ما يهمنيش قناة كل المالك الشروق تاعو. تغير مسارها يا حليم، قناة الشروق تغير مسارها منذ وفاة الملك تاعها. انا نحكي ونورمالمون باجمالا، دكتور انا نحكي امين اجمالا الصحافه. انا حطيتها دوك، نقدر نحيي كلمه الشروق، انا حطيتها ما خليتنيش نكمل تفضلي تفضلي. سؤالي، انه سؤالي انا بديت بقناة الشروق لكن غادي يكمل بسؤال عام. تفضلي. انا باغي نفهم دكتور امين، هل هذا اللي صرا في قناة الشروق يثبت بان يجب على الاعلام الجزائري يحكموه اهل الاختصاص بعيدا عن القنوات التجارية والمصالح التجارية؟ والله يا بنت تلمسان، انت سالتي اولا، انا مانيش دكتور للتوضيح فقط، حتى الناس ممكن ما يفكرونيش اني دكتور، يعني انا مانيش دكتور، هذا فقط للتوضيح يعني. اولا انت سالتي وجاوبتي. الاستاذ علي فضيل المدير العام السابق لمجمع الشروق رحمه الله، كان من اهل الاختصاص، كان صحفي قبل ما يصير مالك قناه. فانا صراحه راني بعيد عن الشروق، ما نعرفش الاداره الجديده، نعرفها يعني لكن ما عملتش معاهم وما نعرفش كيف تدار الامور، وما عنديش الحق صراحه باش نتحدث عليهم، لانه في الاول وفي الاخير هم زملاء، وما عنديش الحق ربما تانيك باش نحكي في شيء انا بعيد عنه، يعني انا بعيد عن الشروق، فما نعرفش ما الذي يحصل تحديدا داخليا يعني. لكن اكيد والامر اليقين انه واحد او سبب رئيسي واساسي من نجاح هذا المجمع اللي ابتدى من هو الراحل الله يرحمه علي فضيل. صراحه هو كان العمود الفقري لهذا المجمع، غيابه ربما اثر. السبب الحقيقي وراء هذا التغير ما نقدرش نجاوب صراحه، وما نعرفش، انا راني بعيد على الشروق، وما عنديش كذلك الحق باش نتهجم بشكل مثلا شخصي او ننتقد، لاني هذه القناه في يوم ما انا اشتغلت فيها خلاص. مانيش انا نحب نخليو الموضوع عام دون شخصنه لا للاشخاص ولا للمؤسسات، لانه كما قلت لك انا اشتغلت في الشروق سنتين، دكتور امين ولو ننتقدها الان راح نحس اني قليت الدله وسبيت ولا موضوع الشروق. لا تهاجم الشروق، انا الشروق خديتها كمثل. نعرف لكن اي كلام مني اي انتقاد مني ما عنديش الحق ننتقد اصلا، لاني راني بعيد عليهم، مانيش عالى درايه، تسمى ما نحبش نحكي في شيء انا مش متاكد منه. ما نقدرش نعطيك شيء يا بنت تلمسان انا راني بعيد عليه، فهمتيني؟ ما نقدرش نحكي باش نحكي يعني، فهمتيني اختي؟ هذا هو خلينا نشوفوا ابراهيم برك قبل خوتنا هذا ونرجعوا. انا فهمت قصد بتاعنا، نرجع على الموضوع تاع النقطه تحويشيه. ابراهيم خويا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. خوتي اللي ما قراش الفروز 24 الظل يعني. بارك الله فيك ابراهيم. سمعتكش خوتي، لازم تقراوا الخبر تاع وكاله الانباء الجزائريه. امين وانس يعني خوتي اللي حب يشارك في اللايف لازم يقرا. انا كل حطيت الملك، كل حطيت صوره الملك وكتبت الملك في الطوالات، كان اللايف في 500 ولا 600. دائما المواضيع تاع التبهليل هي المواضيع اللي فيها المشاهدات، وهذه نعاودها ونهضرها. هذه اشكال عندنا احنا في الجزائريين في التواصل الاجتماعي. جميع اللايفات اللي تتكلم على التصدي الى اعداء الجزائر
تكون دائما لايفات مستوى المشاهدات تاعها قليل. وانا وصلت اللايفات تاعي 500 و400 و600 كي نحط موضوع تافه. دوك انا بعد اللايف هذا راح ندير موضوع تافه مهرج باش نوري لكم برك الفرق. دوك نوري لكم الفرق. انا بعد هذا اللايف راح ندير لايف تهريج سيرك، حندير سيرك عمار. تفضل خويا ابراهيم. والله النقطة هذه يعني كنت راح نتطرق لها. يعني شاهدنا يعني في القنوات لما مسلسل يعني في رمضان الضامة شفنا نسبة المشاهدة يعني خيالية. أنا نقول يعني أنا اطلعت على البيان تاع وكالة الأنباء الجزائرية يعني من نقاطه كاملة. يعني شوف خليني نقول يعني طرق كل النقاط. يعني حتى الشتم يعني شتمت وكالة الأنباء، يعني شتمت حتى القناة يعني وصفتها بالحثالة. بينت يعني الدور يعني تاع المسؤول السامي في الخارجيه وفي القصر الإليزي. يعني وضحت كل الامور. انا خليني نقول يعني الموضوع هذا يعني اطلعت عليه، ويعني الجزائر ردت بكل يعني قوه وبكل حزم. التقصير يعني هل هنالك تقصير؟ لا، انا نقول ما كانش هناك تقصير من الصحافه الجزائريه. يعني انا مطلع جيد الصحافه الجزائريه وكل القنوات يعني، وخاصه القنوات. انا نقول التقصير يمكن انه مش مواكبين يعني مش الاحداث، يعني مش مواكبين يعني العصر. يعني لما نشوفهم يعني متاخرين في دخولهم عصر السرعه، يعني خاصه المنصات يعني منصات التواصل الاجتماعي. يعني لما نشوف يعني المدة الأخيرة فقط يعني دخلت يعني تيك توك قناة التلفزيون الجزائري وقناة الجي 24 دخلوا الآن للتيك توك. يعني نتأسف أني نلقى 10 جامات في على الموضوع، ولا نلقى أقصى شيء لقيت 500 جام يعني. وأنا والله من هذا المنبر هذا يعني طيب ما تخسر حتى شيء كي دير جام وتبارطاجي الفيديو. يعني والله أنا كل فيديو يفوت ندير له جام وندير له بارطاج. يعني تقصير منا مش تقصير، والله التقصير من تتكلم في كلام يعني. والله يا حليم يا حليم اخي والله يتكلم في كلام يعني. انا طلعت مع اخي امين، والله طلعت مع اخويا امين قلت لهم شوفوا انشروا الايجابيه لانها موجوده. عندنا ايجابيات. انا في مناطق الظل نطلع مع لايف مع جماعه تاع رومبوا ونطلع لايفات ندير لهم فيديو مباشر ونوري لهم شوف الجزائر وراها الجزائر تخدم. يعني والله انا هذا الكونت مغلوق. يعني عندي كونت ثاني كي تحب تطلعني نوريك انا وين الان، انا وين، ونوريك الانجاز اللي تبني فيه الدوله الجزائريه من عام 2020 الى يومنا هذا. يعني قريه نائيه لدرجه ما تصورهاش. يعني اليوم اللي دخلت والله يأبى الجبين انك تقول انا جزائري. اما الان والله تتشرف تقول انه الدوله الجزائريه وش تخدم. انا مانيش نشيط للنظام، انا نعطي فيه في حقه فقط، نمد للنظام في حقه. اليوم اللي ما كانش يخدم انا نقول له ما كنتش تخدم وكنت غايب، وكنت يعني نحشم اني نقول جزائري. اما الان نقول انا جزائري ونفتخر بجزائريتي ونفتخر بالدوله هذه اللي راها يعني والله العلي العظيم. يا ودي درك تحب ننزل وندير لك طلب ثاني بنفس الكونت نفس الصوره لانه كان مضروب قبل ما نقدرش نطلع اللايف. والله تشوف يعني شوف قريه صغيره يعني ممكن فيها واحد 200 منزل فقط، 200 منزل. والله العلي العظيم لعبت يعني مدينه محترمه من اناره عموميه، من طرقات، من تصفيه المياه، من يعني اشغال كبيره، يعني من ملاعب جواريه، من ثانويه، من مركز بريد، من قطاع صحي، من حمايه مدنيه، كل شيء يعني والله العظيم في فتره وجيزه. يعني المفروض شهر 9 نكملوا كل الاشغال هنا في هذه المنطقه هذه. شهر 9 خلاص تكمل كل الاشغال هنا في هذا الحي هذا اللي هي منطقه اسمها اهرير بين ولايه إليزي وبين ولايه جانت. يعني اشغال كبيره راح تقوم بها الدوله. الباقي علينا نحن يعني لازمنا نكونوا مواكبين الشيء هذا. الشعب لازم يبارطاجي، يحمي لايفات الاخوه، يكبس. يعني روح كيف قلت انت يعني نديروا صوره الملك كل يجوا لهنا مش عارف يعني. والله يروح المسؤوليه انك تسب ملك يعني، لا، روح المسؤوليه انك تدعم هذا النظام. يعني انا نشوف فيه لحد الان نشوف هذا النظام يعني والله العلي العظيم ثلاثه انه يدي في الواجب نتاعو فقط. يعني والله الراجل راهو يخدم كما قال امين في واحد اللايف. والله الراجل راهو يخدم فقط. سامحوني اني عطلت. بارك الله فيكم. بارك الله فيك ابراهيم، يعطيك الصحه. تدخل مليح. وانا هذا الهدف ان احنا كجزائريين وكصحافه كتواصل اجتماعي نكونوا نفس المستوى تاع الجزائر خوتي. يعني نفس مستوى الجزائر، يعني نفس مستوى الجزائر.
كي نشوف كما قلت انت هضرت كلمه مليحه. ما كاش مواكبه للعصرنه ومش رابيد. يعني الضرب مش رابيد. يعني لازم يكون الضرب رابيد، سريع. على هم عندهم كل شيء فيه ليه سرعه الرد وسرعه الاستجابه للاحداث. صراحه هم اسرع انا نشوفها اسرع منا. احنا الخبر نشوفه بعد 3 جور 4 جور. انا دي فوا نشوفه بعد 3 جور 4 جور. يعني هذا بصح لك. السلام رفيق، مرحبا بك. بصح انا كي نشوف انا مثلا التواصل الاجتماعي لايف على الملك هو حاشاكم لابس سليب، كل شيء يكبس ويبارطاجي. كي نشوف انايا لايف يهضر على واحد عايش في الطوالات، اون فامي في المروك عايشه في الطوالات، كل شيء يكبس وكل شيء يهتم بهذاك الموضوع. علاش؟ خاطر ما فهمتش انا هذه، ما حبش ندخل في اكثر من هذا الموضوع. بن شهيد تفضل خويا العزيز بالدور. خوتي بن شهيد بالاحمر ورفيق. السلام عليكم. عليكم السلام بن شهيد خويا. لاباس؟ سلام الاخ امين وجماعه الحاضرين معكم هنايا. والله انا كي نقول واش قال الاستاذ امين. هناك مش تقصير. انا لما نشوف يا حليم فرانس 24 ولا فرانس 2 ولا اذا قناه مغربيه او قناه صهيونيه تتحدث عن الجزائر، ما نتفاجأش وما نتشوكاش كما نقولوا بالعاميه. وين نتفاجأ انا ونتشوكا لما نشوف قنوات جزائريه خاصه تتكلم عن الحرائق هنا في الجزائر، وتتكلم عن الخبز، وتتكلم على اشياء اللي ما يعنيش فيها ما لا تسمن ولا لا تغني ولا تسمن من جوع. يعني تشوف من المفروض لماذا اعطوا هذاك الاسم السلطه الرابعه؟ يعني عندها وزن سياسي، وزن اعلامي. هذه القنوات وهذا الاعلام هذا تشوفهم يتكلموا. لما كما قال الاستاذ امين، لما كانت فرنسا تحترق ولما اوكرانيا تحترق ولما اين القناتنا تتحدث؟ كش واحد قال لها علاش تتكلم، والله هبط تبون وقال لهم علاش تتكلم؟ لان الجزائر والدوله الجزائريه والجيش الجزائري والسلطات الجزائريه ليست لهم حق ان يتدخلوا في شؤون القنوات. يتدخلون في شؤون القنوات الا بالغلق عن طريق قضاء فقط. لكن ما يأمرهمش، مش كاين حاجه تمنحهم باش يعلقوا ما يحدث في فرنسا. يا خويا وريوا للشعب الجزائري ما يحدث في فرنسا، الواقع. هناك كما يقول واحد، كما كان في الايام اللي فاتت فرنسا تحترق. يعني مناظر بشعه والله. ولا قناه من القنوات الجزائريه الخاصه نعتت ولو دقيقه او فلاش ما يحدث في فرنسا. وهذا نقول انا تقصير لان الدوله الجزائريه كما يقولوا واقفه على ساقيها. سياسيا راهي قاعده تجاهد وقاعده تناضل وقاعده كما يقولوا الجوفرنمون الجزائري ما يقدروش، او il peut pas battre plusieurs fronts. المروك ولا ما يحدث في تونس وما يحدث هنا وهناك ما يقدروش. كاين سلطات، كاين قنوات اخي العزيز خاصه تحدث اخويا علاش فرنسا نهار كامل يتبع في الجزائر ونهار كامل يتحدث ما يحدث في الجزائر. لو كانت تتفلق قرعه تاع غاز في تمر راس يجبدوها ويعد العشيه ينشروها في فرانس 24. اين انتم القناه؟ نهار كامل تحكيوا لنا على الطالع والهابط. والله انا نشهد لهذا الصحفيين الشرفاء اللي خرجوا من الشروق ومن النهار راهم ينشطوا نشطاء، راهم لا غالب عليهم، ما عندهم حتى منفذ الا هذا التواصل الاجتماعي اللي هو تيك توك. امثال الاخ امين وامثاله يعني كثر هنا في القنوات، راهم قاعدين يناضلوا، قاعدين يجاهدوا، وقاعدين ينظموا، وقاعدين يوصلوا في رساله اللي عزت عليها القناه الخاصه في الجزائر. هذه وحده. ثانيا نحكي، سمعتك تحكي الاخ حليم على اللي لايف. يا اخي العزيز انا قنعت بقناعه اللايف اللي نلقى فيه 4 ولا 5 من الناس هذاك ندخل ليه مباشره، لانه لايف مفيد وفيه فايده كبيره. اما اللايف اللي نطلع نعدي عليه ونصيب فيه 700 و1000 وترواكه، هذاك نعرفوا باللي راه لايف تافه
شوف دكاتره، شوف اساتذه، شوف داير كيما حليم داير موضوع يخص الجزائر والجزائريين والشعب الجزائري والقدره الجزائريه وما يخص ذلك بالجزائر، تشوفوا فيها 10 من الناس. تشوف الناس حاطين الغناء والطبول وطالع وهابط وفلان بالسليب وفلان كذا يتحدث على لا تغني ولا تسمن من جوع، تشوف فيه 1000 وتشوف فيه 800 وتشوف فيه. والله ما زلنا بعاد يا اخ حليم. انا ما عنديش بزاف، عندي 8 اشهر من اللي دخلت التيك توك، عندي 8 اشهر من اللي دخلت التيك توك، لكن انا في طريقي باش نغلق التيك توك وما عادش ندخل التيك توك، خلاص سي بون شبعت منه. وسمحوا لي خوتي على الاطاله. شوف تفاعل معك على النقطة الأخيرة اللي هضرتها أنت. كاين بعض الإخوة حط موضوع كيف يتم اختراق العقل المغربي. والله سؤال فقط للإخوة الجزائريين. أنا نعمل لايف جزائري لا لايف جزائري نناقش فيه لماذا يخترق العقل المغربي. الله لا يردوا اخترق ولا ما اخترقش، الله لا يردوا اخترق ولا ما اخترقش، وشكون اللي يحضر فيه. خوتي أنا درت حاجة إحصائية ما باليش هو ضمن نفس الموضوع تاعي هذا، اللي هو الإعلام يكون الهدف تاعه الإعلام تصدي للحملات المغرضة للجزائر، مشاكلنا الداخلية مش مشاكل، تحديات. ما نقولش مشاكل داخلية، ما عندناش مشاكل داخلية، عندنا تحديات. هذه كلمة المشاكل هذه لازم نحيوها. احنا عندنا حاجة اسمها تحديات داخلية، هذا تحدي. انا درت البارح ونعاودها اليوم، اللي ما حضرش البارح اللايف راح نعاودها على موضوع تاع بن الشهيد هذا. انا كي ندير موضوع تاع اختراق العقل الجزائري، انا اختراق العقل المغربي، والله لا يردوا اخترقوه ولا ما اخترقوه، يعني انا ما يهمنيش هذا الموضوع، والله ما يهمني. بصح للاسف يحضر 800 و700 لايف، ال 800 هادو 800 ال 800 هادو دوك نفهمكم هذه النقطه، نعاودها كل لايف، راح نعاودها كل لايف باش اللي ما حضرش البارح يسمعها اليوم. راح نجيب لكم احصائيات على المباشر الان واش يصرى في التيك توك، شوفوا خاوتي تسمعوا هذه راهي مهمه بزاف وما تلقوهاش في لايف صعيبه. شوف كي يحضر الجزائري كي يدير لايف لماذا اخترق العقل المغربي، يحضروا 800 اللايف، يرتفع المشاهدات الى 800 مشاهده. واش يصرى 80% من 800 مشاهده هادو هما مراركه، ال 20% شكون؟ جزائريين. مول اللايف وش يقول؟ مول اللايف جزائري يقول لهم خاوتي جزائريين كبسوا باش ما يطيحش اللايف، بارطاجيو باش ما يطيحش اللايف، كاينه صح ولا لا؟ ال 20% هادو تكبس، وشكون يطلع قيست؟ اللي يطلع قيست هو المروكي يدافع، صح ولا لا؟ كاينه. اذا ال 20% هذيك راهي تكبس وتبارطاجي لشكون؟ راهي تبارطاجي للمروكي باش يطلع الجزائري. انا دوك نعاود نهضرها باش خاوتي راح يزعفوا مني يا جزائريين، بصح مش مشكل. تسمى انا ال 20% هذيك انا جزائري نكبس لك يا المروكي ونبارطاجي لك باش تطلع توصل رسالتك الى خاوتك. خاطر ما ولات المنصه في الحاله هذه، ولات منصه جزائريه، ولات منصه مغربيه بامتياز، واللي بارطاجي واللي كبس لك هو جزائري، واللي اعطاك المساحه واعطاك المنبر، اعطاك منبر. اذا 800 مغربي قاعد يشوف تحت في الشاشه وفوق الشاشه تقريبا حوالي 5 أو 4000 واحد تلقى. انت يا كجزائري عملت له منصه ليه وراه يدافع يوصل رساله للمغاربه، يقول لهم بلادي راهي مليحه. هذه هي قاعد يصرد، كل مغربي قاعد يطلع عليه تقول مربع الراس، هو مش مربع الراس، هو قاعد يقول لاولاد بلاده، هو قاعد يحكي مع اولاد بلاده، قاعد يقول لهم راكم انتوما رانا بخير، المغرب راهو بخير. هذا هو الاشكال اللي وقعوا فيه. اذا انت قاعد تعملوا منصات جزائريه للمغاربه، ال 20% الجزائريين قاعدين يكبسوا ويبارطاجيو، وانا وليت نكبس ونبارطاجي لشكون؟ للمروكي باش يطلع. هذا اللي قاعد يصرى خوتي. نعطيكم الدليل، وهاو الدليل عندي، شوفوا الصوره هذه، تفضلوا. درتي انا ولا شكون قبلي؟ هذه الصوره الاولى، شوفوا تبعوا مليح، معليش انا كي ندور الصوره. شوف هذه عندي انايا، هذا في اللايف تاعي انايا 60%. انا كانت النسبه كانوا نسبه الحضور من المغرب اكثر من الجزائر،
بعد ما استهدفت الفئه الجزائريه وليت ندور على الجزائريين، ما ندورش على مراركه. نسبه الحضور انا في من الحضور اللايف تاعي 60%، 60% من الجزائر هاي الجيريا، 22% موروكو، 8.3% فرنسا، 2.2% الاسبان، 1.6% من العربيه السعوديه. هذه نسبه الحضور. شوفوا مليح خاوتي، الاخطر من هذا كامل، شوفوا نسبه الموروكو 22.6%. وش هي؟ شوفوا دوك نوريكم ما هي 22.6%. دوك نجيبوا لا فوتو اللي اخطر من هذه. هذه لا فوتو واش تقول دوك نبدل الكاست باش تشوفوها مليح. بدل الكاست، تبدل دقيقة، لأنه الكاست راهو يخبي هاي. شوف واش يقول لك، من 60% من الحضور تاع الجزائريين من الجزائر، 33% من العاصمة، 9.5% من الواد سوف، و8.6% من وهران، و6.9% من قسنطينة، 19.7% هي من كازابلانكا. ال 20% اللي تجي من المروك 19% من كازا. وش يعني؟ وش تفهموها؟ التركيز في بلاصة واحدة فقط. من 20% من المغرب كامل، من دولة المغرب هذه كاملة، هو 19% من مدينة واحدة فقط. أليس هذا ذباب إلكتروني؟ مدينة واحدة فقط. عندك الحق. مدينة واحدة. عندك الحق حليم. وهذه تحليلات خاوتي ماهيش سرية. روحوا دخلوا على الكونت تاعكم، كاينة كرياتير تولز، شوفوا ادخلوا عليها، شوف التحليلات تاعك انت، شكون قاعد يدخل لك من اي بلد، من اي دوله، من اي مدينه، من اي كلش. وبالتالي انا نقول الجزائريين، اي لايف جزائري راهو يتحرش بالمغاربه واعطوني فيوليشن دوك دائما هذه اذا انا واش نقول، اي لايف جزائري يتحرش بالمراركه والمشاهدات عاليه، هي منصات مغربيه ولات، وانت قاعد يا جزائري قاعد تكبس وتبارطاجي باش يطلع المغربي يهضر وجهه نظر تاعو رايه لل 600 اللي حضروا. 20% هذيك قاعده تضحك، وي 20% تاع الجزائريين قاعده تضحك، بصح 80% تاع المغاربه وصلتهم رساله باللي عاش الملك وبلادهم مليحه وما كاين والو. وحنايا كجزائريين مش قاعدين نتواصلوا مع بعضنا، مش قاعدين نرفعوا المعنويات لبعضنا، ومش قاعدين نوصلوا. الصين والجزائر، رئيس الجمهوريه وقع 19 اتفاقيه تقريبا، 19 اتفاقيه. من ضمن الاتفاقيات مدينه للتكنولوجيا، مصنع للسيارات الكهربائيه، مصنع البطاريات. حتى واحد ما تكلم عليه، شفت انا وش يعني، لانه الهدف تاعنا هو رفع المعنويات. كي تعود المعنويات تاعك مرتفعه كشعب جزائري، وعندك ثقه في صحافتك، وثقه في حكومتك، وثقه في جيشك، وثقه في دولتك، هذا هو الهدف تاعك. انت كرب اسره في الجزائر، انت عندك اولاد وعندك دراري، واش قاعد تدير انت؟ مش انت قاعد تعمل لهم ثقه في بلادهم؟ تفضلوا خوتي. انا بالاحمر هو اللي ما خرج، بالاحمر او رفيق، تفهموا بعضاكم انتم الجزائريين. ويا روح بالاحمر يدك الخط. السلام عليكم، جمعة طيبة مباركة حريم. برحب فيك. المغراسم. بدلت اسمك. والله فقت فيك. والله غير معاهم الضرب، كل يوم نفتح لهم 3 4 كونتات يطيروهم لي، ورا المشكل ما كان حتى مشكل.